تكون ملزمة إلا إذا صدرت عن الدوائر المجتمعة. إذا صدر القرار عن الدوائر المجتمعة فهو يكون ملزما لمحكمة الإحالة. إذا كان القرار صادرا عن دائرة عادية فهو لا يكون ملزما لمحكمة الإحالة، ومحكمة الإحالة لها حرية النظر تماما في الموضوع المعروض عليه. بالنسبة لإصدار بطاقة إيداع هذا يهم قضية أخرى مختلفة تماما عن القضية التي عرفت بالقضية التلفزة التونسية. سي عبد العزيز السيد، دونك كان هذا تصريح سيد وزير العدل يحكي على قضية أخرى غير قضية كاكتوس صدرت فيها بطاقة إيداع 4 أيام قبل قرار محكمة التعقيب نهار 17. شنو هي القضية؟ هو في الحقيقة السيد وزير العدل قال حاجتين. قال أولا وأن قرار محكمة التعقيب لا يكون ملزما لمحكمة الإحالة إلا إذا كان صادرا عن الدوائر المجتمعة، وهو محق في ذلك. لكنه أغفل أن يقول أن القرار التعقيبي العادي صادر عن دائرة عادية أو حتى محكمة أدنى من محكمة التعقيب هو ملزم وواجب التنفيذ من قبل النيابة العمومية. من ينفذ القرارات ليس دائرة الاتهام. يا أخي تو باش نقلبوا الحقائق القانونية، دائرة الاتهام هي اللي تنفذ قرارات محكمة التعقيب. هو المفروض يوم يصدر القرار تنفذه النيابة العمومية، وهي هنا ليست مخيرة، وكل القرارات الصادرة عن المحاكم ملزمة لها لا حق لها في مناقشتها. هذا توضيح أول. التوضيح الثاني، قال السيد الوزير بطاقة الإيداع التي صدرت في حق سيم الفهري البارحة هي صدرت في قضية مستقلة تماما على القضية الأولى، وإن كان كلامه شكليا صحيح لكن هو باش نبين له توا اللي هي مش مستقلة على القضية الأولى. والحقيقة اليوم مش سمعنا تصريح السيد وزير العدل بركة، وسمعنا عديد التسريبات في الجرائد الإلكترونية وفي غيرها، معلومات فيها الصحيح فيها الغلط، ناس تحكي على قضية البريد ومش فاهم شنو هي قضية البريد. هاو نوضحوا في كلمات ما هي قضية البريد. أولا يخطئ من يعتقد أن إدارة البريد هي التي تقدمت بشكاية ضد سامي الفهري. هذه القضية انطلقت بشكاية قدمتها محامية اسمها الأستاذة رجاء بالحاج منصور، اللي أنا ما عندي حتى مشكلة معها، تخدم على روحها ربي يعينها. لكن هذه القضية قضية البريد تقدمت بها هذه المحامية، وكان ذلك منذ تقريب عام كامل. ايش تقول فيها الشكاية هذه؟ تقول: يا سيدي وكيل الجمهورية، إدارة البريد ليس لها منافس في السوق التونسية، عندها المونوبول نتاع الشيء اللي تخدم فيه. علاش تعمل فيه إشهار عن سامي الفهري؟ مش لو كان الفلوس هذيك عملت بها مواطن شغل للعاطلين على العمل وأصحاب الشهادات العليا يكون أحسن؟ هذه الشكاية ضمنت وفتح فيها تحقيق. السيد قاضي التحقيق بدأ بالاستماع لممثلي إدارة البريد، المديرية نتاعهم والممثلين القانونيين نتاعهم. ماذا صرحوا؟ قالوا: أولا نحن لدينا منافسين، احنا مثال نخدموا الويسترن يونيون، ثم البنوك يخدموا المونيجرام، هذه خدمات فيها تنافس. ثم قالوا حاجة أخرى، قالوا احنا أحيانا لدينا مواد جديدة، دو نوفو برودوي، ما يعني خدمات جديدة يجب تسويقها بواسطة الإشهار، لازم المواطن توصل له ويعلم به. زادوا قالوا حاجة أخرى، قالوا احنا رانا سنويا عندنا مبلغ معين في الميزانية مخصص للإشهار، لابد من استغلاله في الإشهار ومش ممكن استغلاله في أي غرض آخر. بيدجي نتاع إشهار. ثم قالوا نقطة رابعة أخيرة هامة جدا، قالوا أيضا رانا احنا ما دخلناش الموضوع هكاك، احنا عملنا دراسة جدوى، والخبراء والفنيين الذين كلفناهم شهدوا لنا وأكدوا بوجوب الالتجاء إلى الإشهار لتسويق المنتوجات. بعد سماعهم السيد قاضي التحقيق نادى على سامي الفهري بوصف متهم: يا سامي شنو موضوع البوسطة والإشهار؟ قال له: سيدي الرئيس، أنا جيني شركة اللي تعمل في الياغورت، والشركة اللي تخدم في الجازوز والبوسطة والتليكوم باش يعملوا إشهار، يعقل نقول لهم لا ما نعمل لكمش برا وخدموا البطالة؟ أنا منتج تلفزي، أنا تاجر، جيني تقول لي اعمل لي شهر، جيب لي سبوت حاضر، نقول لك قداش سومه ويعني أقوم ببثه. رغم وضوح الموقف واللي كان ينجم السيد قاضي التحقيق قال اذروا حسب راينا، ما كان ينجم يحفظ القضيه لهنا. السيد قاضي التحقيق لا، قال: سأكلف 3 خبراء عدليين لقول ما لديهم في هالملف نتاع الاستشارات تاع البريد. الخبراء قعدوا يخدموا قرابه 7 أشهر ثم قدموا تقريرا. استمع ماذا قالوا في تقريرهم الساده الخبراء. اولا قالوا: راهو البريد التونسي ما يعملش اشهار عن سامي الفهري فقط،
وإنما يعمل عند كل التلفازات وكل الإذاعات وكل الصحف. إدارة البريد تتعامل مع الجميع. 2، قال أحسن تعريفة قدمت لإدارة البريد، أحسن تعريفة، أحسن سوم نتاع إشهار هو اللي قدمه سامي الفهري، راهو أخفض من الآخرين الكل. 3، قال رأي الجدوى كانت ممتازة مع برامج سامي الفهري اعتبارا لنسب المشاهدة، وإدارة البريد التي كانت تطمح في تحقيق 7% نسبة زيادة في الأرباح من جراء الإشهار مع سامي الفهري، اتضح لاحقا وأنها حققت 17% ربح، بعد زيادة في الربح من جراء الإشهار مع سامي الفهري. بجاه ربي ايش تحبوه يعمل قاضي التحقيق أمام هذه الحقائق، أمام هذه التصريحات، أمام هذا الاختبار؟ حفظ القضية. شنو هي الجريمة؟ أين الجريمة في هذا الملف؟ ماذا فعل سامي الفهري؟ جاته البوسطة قالت له عديلي إشارة عدالها وخلص عليه. هو نفذ العقد وهي استفادت من الإشهار وليس هناك أي إخلال. ماذا يجب عليه سيد قاضي التحقيق أن يفعل؟ حفظ القضية، قال ما فماش جريمة بالحفظ، انتهى. قلت المناوبي الحمد لله هذا دوسي سكرناه كما سكرنا عشرات الملفات اللي ما خرجناش الاعلام وحكينا عليها، ولكن مشينا وحضرنا ودفعنا. تسكرت ليش خارجين الاعلام ليش نقولوا مش مشكل، هذه ملفات ارتعنا منه. فأفاجئوا البارحة بأن دائرة الاتهام يوصلها الملف هذا بواسطة النيابة العمومية عن طريق الاستئناف بطبيعة الحال، وتنظر فيه في جلسة أنا والله بكل صدق لا سمعت بها، لأنه في وقت قياسي معناتها وقت قصير جدا كنتش نتصور باش توصل في الوقت هذا. وننتقلوا من قاضي التحقيق اللي سمع الناس الكل وكافح الشهود وعمل الخبراء وعنده الملف قال حفظ ما ثماش حتى تهمة، إلى دائرة الاتهام اللي من غير ما تسمع حتى حد ومن غير ما يكون عندها حتى معطى جديد، فقط بأوراق الملف تصدر بطاقة إيداع في سامي الفهري. في الملف هذا اللي نحكي لك عليه تصدر فيه بطاقة إيداع وما تحيلوش للمحكمة للمحاكمة، لا، ترجع الملف لقاضي التحقيق باش يعمل أعمال أخرى أو تنثبتوا فيها وربما حتى نحكيوا عليها شيء الأعمال الأخرى باش يعملها. إيش صار لهنا؟ صارت عملية بلوكاج. أنا ما نجمش نعاقب خاطر دايرة قرار بطاقة الإيداع بمفرده لا يمكن تعقيبه وليس حكم في الأصل، ما نجمش نلتجأ لمحكمة التعقيب. قاضي التحقيق ليس بإمكانه الإفراج عن سامي الفهري لأنه أصبح قاضي مقرر لدى دائرة الاتهام باش ينفذ باش تقول له أعمل. في الملف هذا يبدو لي حسب ما علمت قالوا له ثم متهم ظفار اللي هو اسمه مش موجود في القضية جملة ولم تشمله الأبحاث وما قال عليه حتى حد، اسمه بالحسن الطرابلسي موجود في كندا، قالوا له جيبه معناتها جيبه تعمل فيه بطاقة جلب تجيب. معناتها سامي الفهري شنو باش يقعد في الحبس حتى يجيب الحسن؟ هذا اللي باش يصير. هذا اللي باش يصير لانه ساده قضاة التحقيق في مكاتب اخرى عندهم قضايا حقيقيه متعلقه بالحسن الطرابلسي صدروا فيه بطاقات جلب دوليه ولتو يستناو، الثوره عندها عامين والقضايا بدات عندهم عامين. وماهوش باش يجيب الحسن الطرابلسي ومتاكدين من هذا. هذا بالخروقات اللي في القضايا باش ياخذ اللجوء السياسي، هذه واضحه معناتها. ما فيش حتى نقاش. فاذا شنو المقصود ماله؟ توا انا خرجت قبل وتحدثت وقلت رانا نحترم القضاء وعندنا ثقه في القضاة ومصاب السلطه السياسيه تخلي ساده القضاة يخدموا على رواحهم بدون تاثير وبدون تدخل. لكن كي نجي انا اليوم نلقى القضيه الاصليه كان يحكي عليها السيد الوزير وكما قال لكم بالضبط، راهو قال لكم توا وصلت مرحله الدوائر المجتمعه، واذا كان الدوائر المجتمعه تصدر قرار كما صدرت قبل الدوائر الاخرى قرار لصالح سامي الفهري وجب التنفيذ ووجب الافراج عنه. لكن بطبيعه الحال بعد بطاقه الايداع هذه صدر اليوم حتى كان يصدر قرار، احنا ما نعرفوش المحكمه باش تحكم، لكن حتى كان يصدر قرار بالافراج بطبيعه الحال لن ينفذ وسيبقى سامي الفهري في السجن. بلغه اخرى سامحني يا نوفل نحب نوضح بلغه اخرى، انت حبيت تطلعها تعقيب وتعقيب وتعقيب وتهزنا للدوائر المجتمعه وتاخذ اللي احنا خارقين الاجراءات وهو يلزم يخرج. يا سيدي هاو بطاقه ايداع في قضيه اخرى. اما انا نقول راهو النيابه اللي هي بطبيعه الحال تطلب التتبع واللي هي تتلقى التعليمات من السيد وزير العدل في التتبع، راهو عندها واجب اخر، واجب النزاهه في التتبع.
ايش معناتها تصدر بطاقه ايداع في الملف هذا؟ سامحني، قضيه محفوظه ودائره الاتهام تصدر فيها، تصير هذه في ما نعرفش. صدقني انا في حياتي المهنيه عندي 23 سنه رافعه في القضايا الجزائيه لم تحصل. هو اصلا بدايه الاتهام عمرها ما كانت تصدر بطاقه ايداع. اللي صدر بطاقه الايداع في الاصل هو قاضي التحقيق الذي يتمعن ويستنطق ويكافح. ويقعد اشهر وهو ثم يقرر اصدار او عدم اصدار بطاقه ايداع. اما الدائره في العاده، شوفوا نوفل بالله نفتح قوس هنا، دائره الاتهام انا صرحت حتى في ندوات علميه وفي محاضرات وانه لم يبقى لها اي مبرر